اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن فكرة ليه بنرجع لنفس الشخص كل مرة. المرة دي بقى هنتكلم عن ليه بنجري ورا اللي مش عايزنا، ليه الشخص لما بيبعد احنا بنطارده، ودي المتعارف عليه دلوقتي بالعلاقات الهاربة، العلاقات المطاردة. اكيد في منكم سمعها كتير، بس المرة دي هنتكلم عليها من منظور مختلف. ليه لما الشخص بيبعد بنبقى طول الوقت احنا عايزينه، بنجري وراه، يبقى هو مش عايزنا، ولا أنا شايف سعادة في العلاقة، ولا مرتاح، وفي أذى نفسي، وأحيانا بيوصل كمان لأذى بدني، وأنا عايز الشخص ده. يا ترى ده اللي بيحصل عشان ببساطة في السي في بتاعنا، السي في اللي أنا أقصده هنا هو سيستم العيلة بتاعك. ايه اللي بيحصل فيه وانت صغير؟ علاقة بابا وماما عاملين ازاي مع بعض؟ مين فيهم كان مطارد؟ مين فيهم كان هارب؟ شكل الألم اللي كان في البيت اللي أنا عشت وترعرعت فيه كان عامل ازاي؟ ايه اللي انا اتأثرت بيه؟ وايه كمان اللي انا قررت واعيده في تجربتي بشكل لا واعي؟ فكل ما يبعد تحبيه اكتر، كل ما يهرب تعوزي انتي تقربي اكتر. اصل الحدوتة هي ان انا طول الوقت بدور على قطعة بازل عايز احطها عشان اكمل بيها الشكل كله. قطعة البازل دي هي دي اللي كانت معايا برضو من الطفولة، واللي انا طول الوقت عمال ادور عليها عشان اكمل بيها الحدوتة، اكمل بيها الاب اللي غايب، اكمل بيها ستوري الاهتمام اللي بدور عليه طول حياتي، اكمل بيها مشاعر نقص او كلام استنيته فترة طويلة. السيركل دي كلها بفضل ألف حواليها عشان أحصل عليها، حتى لو كان في مع العلاقة ألم، حتى لو كان في مع العلاقة وجع، وفي الحقيقة بتبقى علاقة مستنزفة أقصى حاجة عشان أقدر أكمل في علاقة وعايزها، وأنا مفكر إن العلاقة دي بسطاني، بس أنا هكمل فيها عشان أكمل الحدوتة. العقل البشري عنده حاجة اسمها unfinished emotional business، حاجة بتقول إن العلاقة دي ما اكتملتش، إن المشاعر دي ما وصلتلهاش. الحكاية كلها فين؟ إن أنا أعرف أدور جوايا على إيه اللي أنا عايزه بالظبط في الحياة، إيه اللي أنا عايزه بالظبط للنسخة بتاعتي، لنفسي مش لحد تاني. إيه اللي أنا عايز أوصله وبدور عليه بقالي سنين كتير قوي ومش عارف ألاقيه. وأول ما هتلاقيه ساعتها بس هتعرف تديه لنفسك، ولما تديه لنفسك هتعرف بشكل واعي ولا واعي هي مين في علاقاتك اللي دخلتها أو اللي انت لسه فيها هي صحية بجد ليك، داعمة ولا مستنزفة. أشوفكم على خير في فيديو جديد في سلسلة العلاقات إن شاء الله الفترة اللي جاية.